إليك 5 من بين الأشياء التي لا يفعلها إلا سيارة الأجرة الطاكسي المغربي، وخاصة بمدينة الدار البيضاء. أولا، سيارة الأجرة هو الذي يحدد لك المكان الذي ستذهب إليه وليس أنت، والغريب من ذلك أن الناس تتأقلم مع الوضع. ثانيا، إذا ركبت في الطاكسي أنصحك بعدم التحدث، لأنه في حالة تكلمت ستضع نفسك أمام نقاش حاد وأنت الخاسر في النهاية. ثالثا، في حالة كنت ستركب الطاكسي الأبيض حاول أن تركب أنت الأخير، لأنه إذا ركبت أنت الأول فاعلم أنك ستعصر حتى الموت. رابعا، إذا كنت تود الوقوف في مكان ما فيجب عليك أن تخبر السائق بكيلومتر قبل المكان الذي تود الوقوف فيه. خامسا وأخيرا، في حالة كنت تود الركوب في الطاكسي الأبيض في أوقات خروج الموظفين فكن على يقين أنك ستجد صفا طويل، فما عليك سوى تحمل الصف أو تحمل تكلفة الطاكسي الأحمر. هذه بعض من الأشياء التي تقع في سيارة الأجرة بمدينة الدار البيضاء. أخبروني في التعليقات عن اقتراحاتكم للفيديو القادم، ولا تنسى الاشتراك في قناتي على اليوتيوب ومتابعة علي الحسيني على الانستغرام. شكرا على ثقتكم.